سلام. اليوم غادي نديكم لواحد البلاد بعيدة، اندونيسيا، في الحكاية ماشي مجرد فيلم ولكن أسطورة كترعد القلوب. تخيل معايا مدرسة داخلية معزولة وسط الغابة وفين الظلم كيتلاقى مع عذاب القبر. هذه هي قصة هيرلينا، البنت اللي رجعت باش تصفي الحساب. الحكايه بدات بواحد البنت سميتها هيرلينا، كانت كتقرا في واحد المدرسه داخليه اسلاميه. هيرلينا كانت واحد البنت درويشه، ولكن هذا الشيء ما اعتقاش من التنمر والعذاب ديال البنات اللي معاها. كانوا كيتعداو عليها، كيضحكوا عليها ومكرفصين عليها. واحد النهار البنات بغاو يديروا فيها واحد الدقه خايبه، سرقوا واحد الخاتم ديال المديره ديال المدرسه وحطوه ليها في حوايجها باش يتهموها بالسرقه. هيرلينا مسكينه ما قدراتش تدافع على راسها، وكل شيء دار فيها واحد الشوفات اللي خايبه، وما بقى حد باغي يصدقها. من كثرة الظلم والقهر قررت تهرب من ديك المدرسة في نص الليل. وهي هربانة وخايفة وقعت الكارثة، ضربتها طوموبيل في الطريق ومولاها هرب. هيرلينا ماتت في البلاصة، ولكن القصة يلاه غتبدا. والديها من كثرة الصدمة والحزن ما بغاوش يتقبلوا الموت ديالها، ومشاو لعند واحد السحار باش يرجع عليهم الحياة بأي ثمن. وفعلا رجعت هيرلينا للمدرسة، ولكن ماشي هيرلينا اللي كنعرفو. رجعات جثة مسكونة بواحد الروح شريرة. البنات اللي كانوا كيتعداو عليها بداو كيسمعوا واحد الاصوات غريبه في الليل، وبداو كيشوفوا خيالها في المرايا وفي الصاله ديالهم. المرعب في الفيلم هو ان هذه الروح بدات كتعاقبهم بعذاب القبر وهما مازالين حيين. اي وحده ظلماتها كتلقى راسها في واحد المواقف مرعبه، اللي كتسد عليها في بلاصه ضيقه وكتخنق، واللي كتشوف ملك الموت، واللي كتحس بجسمها كيتعصر. وهذه هي القصه اللي خلات الفيلم ديال المنكر يتربع على عرش ديال الافلام ديال الرعب. العبره هي ان الكلمه الخايبه والظلم يقدروا يحلوا بيبان ديال جهنم اللي ما يقدر حد يسدها. قولوا لي، واش باقي غتقدروا تنعسوا بوضوح من بعد هذه القصه، ولا فايت لكم ظلمتوا شي واحد؟